يا سلام لما تيجي في يوم محتارة في الأكل وتعمليها، وخصوصا في آخر الشهر كده. هتعملي النهاردة البصارة المصرية الأصيلة. هنعملها النهاردة بكل الخطوات، نسمي الله ونصلي على الحبيب. وهنجيب نص كيلو من الفول المدشوش أو المفصص، هغسله كويس جدا. وبعدين أحطه في حلة وعليه حزمتين من الكزبرة الخضراء، حزمتين كزبرة خضراء على النص كيلو. بصلاية متوسطة، معلقة من التوم المفروم. وهحط عليهم مية وهسيبهم كده على نار هادية يستووا براحتهم. في نفس الوقت كده جبت بصلتين وبحمرهم كده في شوية زيت، عايزهم يبقى لونهم ذهبي. بعد كده بعد ما البصارة بتاعتنا استوت كده كويس جدا، جبت الهاند بلندر وضربتها لحد ما بقت ناعم كويس جدا، او الخلاط. خدت معلقتين من التقلية ديت اللي انا حمرتها بالزيت بتاعها وحطيتها في قلب البصارة. وشلت شوية كده ناشفين من غير زيت عشان ازين بيهم الاطباق. هظبط الملح والفلفل والكمون والكزبرة الناشفة، وكمان شطة اختياري. هسيبها تقلب قلبتين تلاتة